السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة بسيطة وسهلة جدا. هنعمل مع بعض النهاردة السردينة أو المبرومة، مش عارفة كمان بتقولوا عليها ايه، أو أم عيون حمرا. هنعملها مع بعض طاجن في الفرن، ولا هنقليها بقى ولا هنشويها. أكلة بقى كده تحفة كاملة متكاملة هتعجبكم جدا. يلا حبايب قلبي، نسمي ونصلي على الرسول وندخل على مقدارنا النهاردة. بس ما تنسوش لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى في اللايك والشير. يلا بقى ندخل على وصفتنا النهاردة. معايا هنا سمكة السردينة أو السمكة المبرومة. النوع ده بيكون بلدي، بيلمع كده مفهوش قشور خالص. بفتح البطن واخرج كل حاجة في البطن، وتحت الحنفية احط ايدي في بطنها كده، واحاول اسحب كل اللي في بطنها من ناحية الخياشيم، وانضفها كويس بحذر خالص. ماشي. وانتي بتشتريه اهم حاجة السمكة تكون كبيرة مش مهرية. هنعمل مع بعض الخلطة. معايا هنا فلفل اخضر وفلفل احمر او شطة حراقة، ومعايا 10 فصوص من الثوم او على حسب الكمية اللي تحطيها، ومعايا كزبرة خضرة، ومعايا بقى معلقة من كلفة السمك. كلفة السمك دي احنا عاملينها مع بعض وشفتوها في الفيديو التاني. معايا في الفيديو سمك المكرل. طيب لو ما فيش كلفة السمك هتعملي ايه؟ كمون وكزبرة، وكمون وكزبرة وشوية من البابريكا وشوية من الكركم والملح الأبيض. خلاص. وبعد كده هنضرب الخليط ده كله مع بعضه في الكبة لحد ما ينعم خالص. وهبدأ بعد كده أحط شوية صغيرة جدا في قلب السمك. يعني بحدق بحاجة بسيطة جدا، لأن دوت بيحدق بسرعة وما بيحتاجش الكمية دي كلها. ومن فوق برضو بحاول أحيقها كده حاجة خفيفة جدا واركنها. ونجهز مع بعض بقى ايه الخليط بتاعها. معايا هنا بصل، ومعايا طماطم، ومعايا فلفل، ومعايا جزر، ومعايا برضو كزبرة خضراء. فوق على النار هحط شوية زيت، وهنزل بالبصل الأول. أنا هنا ما بسويش الحاجة، يا دوبك بتبلها بس. ليه بسوي الخضار كده؟ ليه ما احطهوش ني في ني؟ ممكن احطه في قلب الصينيه ني في ني. بسوي الخضار لان سمكه السردينه دي ما بتاخدش سوا في الفرن خالص. لو حطيت الخضار زي ما هو، الخضار هيبقى ناشف وهيبقى بيعض معايا، وبالذات البصل. لكن انا لما بسويها كده بحاول اسويها يعني نص تسويه كده، تشويحتين، عشان خاطر عايزه البصل يكون مكرمل معايا. نزلت بالبصل وتقلبتين، وبعد كده الفلفل والجزر. وبعد كده خدت معلقة من الخلطة اللي أنا كنت عاملاها وحاشية بيها السمك، وبقلب كويس جدا. وبعد كده بنزل بالطماطم معايا في المرحلة الأخيرة زي ما انتوا شايفين كده. خلاص. يا دوب تقلبتين بس، ما تاخدش دقيقتين لحد ما الخضار يدبل بس. يدبل مش يستوي. وبعد كده بنزل بمعلقة صلصة عشان تظبط اللون معايا، وشوية من الكزبرة دي آخر حاجة. طبعا برضو هنا تاني بحط شوية من الفلفل الأسمر، شوية من الكمون، شوية من الكزبرة، شوية من البابريكا. طيب أنا بدل ما أحط كل الكلام ده كله، انتوا عارفين إن احنا عاملين كلفة السمك مع بعض، بنزل بمعلقة من كلفة السمك. أنا حاطة فيها كل البهارات دي. خلاص بقلبها كويس قوي. وباجي بقى على الصينية بتاعتي. انا بحب احط تحت السمك بطاطس، وبحب احط بتنجان. انتوا حابين تحطوها حطوها، مش حابين براحتكم. بس لما تحطوا بطاطس وبتنجان، طبعا لو مش هتعملوا رز خالص بالعيش، الولاد هياكلوا الخلطة دي مع خلطة السمك. مع السمك هياكلوها قبل السمك نفسه بصراحة. هتبقى وجبة متكاملة مش محتاجة اي حاجة خالص غير رغيفين عيش جنبها بس. خلاص. نزلت بالبطاطس والبتنجان زي ما انتوا شايفين كده. وبنزل بقى بشوية من الخليط اللي أنا عاملاه على البوتاجاز، زي ما انتوا شايفين الخضار اللي أنا تبلته ده. وبعد كده ببدأ أرص السمك زي ما انتوا شايفين كده. خلاص. ما بحطش أي مية خالص، السمك ده ما بياخدش سوا كتير جدا. الخضار هينزل معايا مية، هينزل مية سقساء مية بسيط كده، وهيسوي السمك مفيش أي مشكلة خالص. بقية الخضار اللي معايا ببدأ أنزله برضو على السمك، بس يعني بحطه في جناب الصينية كده أو بين السمك وبعضه. بصوا شوفوا شكل الصينية بصراحة تحفة، لوحة فنية. والطعم بقى بصراحة طعمها يجنن. والخضار اللي انتوا حاطينه ده والبطاطس والبتنجان هيغمسوه بالعيش، هيبقى حاجة تحفة جدا.
لو وصلتوا لحد هنا يبقى كده عجبكم الفيديو، ما تنسونوش بقى في اللايك والشير، اهم حاجة اللايك عشان يوصل لكم كل جديد. هنا بقى معايا معلقة من الصلصة، بحط عليها شوية من الزيت ورشة من الفلفل الاسمر، وببدأ ادهن السمك كده من فوق، بعمله خليط تغطية كده من فوق السمكة عشان طبعا تبقى طالعة من الفرن تحت الشواية كده تبقى حمرا ولونها جميل. خلاص. وبنزل بقى بسقساء زيت بسيط جدا كده، رشرشة، حاجة بسيطة جدا، برشرش حاجة بسيطة جدا. وخلاص بعد كده ببدأ أدخله بقى الفرن على درجة حرارة عالية، مبياخدش معايا ربع ساعة في الفرن. أنا ما بحبش أحط ليمون، أعصر ليمون، أنا بحب أحط شرايح الليمون. شرايح الليمون دي لما بتستوي مع السمك بتدي ريحة تحفة جدا في الأكل. لو حطيت عصير ليمون بحسه بيمرر شوية في السمك. خلاص دخلت الصينية كده في الفرن زي ما انتوا شايفين، ربع ساعة بالظبط بيكون استوى. وده الشكل النهائي بتاعه بعد ما خرج من الفرن. طبعا تعملوا جنبيه رز ابيض زي ما قلت لكم، ممكن رغيفين عيش وخلاص بقى، مفيش بعد كده. تبقى هي اكله كامله متكامله، فيها البطاطس والبتنجان وفيها كل حاجه. يلا حبايب قلبي، لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير، واكتبوا لي بقى رايكم في الكومنتات، وان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم جدا. واشوفكم في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.